سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس واموركم بخير. مرحبا بكم عندي في وصفات ام ريتاج. لاول مره تزور قناتي ما تنسيش حبيبتي تضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش يوصلكم الجديد. جيتكم اليوم بوصفه جديده اللي هي كفته الدجاج. راح تجي بزاف بنينه، راح نعطيكم السر البنه تاعها، السر كيفاش تجي المرقه تاعها خاثره، وسر البنه اكيد. تبعوا فقط المراحل بالتفصيل وراح نعطيها لكم بطريقتي انا الخاصه، ونروحوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو الوصفه تاعنا بسم الله على بركه الله. جبت المرميطه تاعي حطيتها فوق النار. النار اكيد تكون قليله. حطيت حوالي 3 مغارف تاع زيت، مغرف تاع الزبده. اللي ما عندهاش الزبده تقدر دير السمن عادي. حطيت انا راح ندير المرقه تاعي بهذه الكويسه. حطيتها تتقلى مليح في هذيك الزيت والزبده، وضفت لها مغرف صغيره تاع قهوه لا موتارد. انا نحب نقلي لا موتارد مع الدجاج تاعي والزيت هكذا باش تطلق لي هذاك لوغو. قليت مليح هذيك الكويسه، ومن بعد ضفت لها بصل مرحي. راح نزيد نربي عليها سنينات تاع الثوم كيما شفتوا، حوالي 4 سنينات ولا 5 نربيهم ونقلي مليح يا البنات. يعني السر تاع الماكله تاعنا باش تجينا بنينه هي التقليه. كل ما قليتي الماكله تاعك كل ما تجي بنينه، يعني ما تزربيلهاش، نقسيلها في النار وخليها تتقلى في عقلها. هنا راني ربيت الثوم صايي، نقلي مليح هذيك الكويسه كيما شفتوا. راح نضيف نصف ملعقه صغيره تاع ملح، لاني لاصوص تاعي البنات راح ندير فيه الزيتون، وكما تعرفوا الزيتون مالح. باش نتفاداو هذيك الملوحه الزايده ندير الملح كميه قليله فقط، ونغطي على هذيك الكويسه ونخليها تتقلى. بعد ما فاتت 10 دقائق خليوها يا البنات على نار قليله كما قلت لكم تتقلى، باش هذاك الدجاج تاعي يطلق لي لوغو مع هذاك البصل. نجي لهنا باش نبدا نضيفوا لي زيبيس. درت مغرف تاع الكزبر، زدت مغرف صغيره تاع فلفل اسود. ما تكثروش يا البنات الفلفل الاسود باش ما تجيش المرقه تاعكم كحله. درت مغرف صغيره تاع زنجبيل، ونزيد مغرف صغيره تاع الكركم. الكركم يا البنات لازم تكون نوعيه تاعو مليحه، لانه كاين كركم النوعيه تاعو ماشي مليحه وراح يطلق لنا واحد اللون هكذا في المرقه تاعنا. هذا نوعيته مليحه، وفي الاخير راك تشوفوا اللون تاع المرق تاعي كيفاه جا. زدت ضفت مغرف تاع توابل الدجاج. انا استعملت هذا النوعيه بزاف هايل يا البنات، ولوغو تاعو يهبل، يعني جاني بنين في الماكله تاعي. ونخلي هذيك الكويسه تتقلى لي مليح في هذوك التوابل. نقلبها كيما هكذا كيما راكم تشوفوا. راح نزيد رشه تاع دبشه فوق هذيك الكويسه. انا نحب نقلي الدبشه مع التوابل تاعي والبصل، ونقفل المرميطه تاعي ونقص النار يا البنات الشمعه ونخليها تتقلى. بعد ما تقلت لي هذيك الكويسه حوالي ربع ساعه خليتها تتقلى في عقلها يا البنات، ما تزربولهاش هكذا باش تجي الكفته تاعنا بنينه. ضفت الزيتون. الزيتون هنا كاينه اللي تغليه في الماء وباش نتخلصوا من الملح هذاك اللي فيه، وكاينه اللي تخليه في الماء وتبدل هذاك الماء حوالي 5 خطرات الى 6. انا هكا ندير يا البنات، لانه اذا غليناه في الماء راح يفقد لوغو هذاك تاعو كامل، يروح مع الماء هذاك، والماء من اللون تاعو راح يتغير. مي كي ديروه في الماء وتبدلوا الماء هذاك من 5 خطرات ل6، يعني راح يحافظ على اللون تاعو، اللوغو تاعو يبقى هو هو. ونمرق بالماء سخون كيما شفتوا، ونقص عليها النار ونخليها. ثانيا البنات باش تجينا المرقه تاعنا خاثره ما نكثروش الماء بزاف، يعني الماء ما تخليوش حتى يفوت الدجاج تاعنا. جوست ما هذاك الدجاج تاعنا يغمر الماء هذاك صاي، يعني خليو الدجاج تاعكم يبان ونقصوا النار وخليوها طيب في عقلها. نرجع لهنا الاسكالوب تاعي. جبت نص صدر تاع الدجاج، لانه الكفته راح نديرها كفته تاع الدجاج. رحيته يا البنات في الاشوار عادي، حشيته بيان. حطيته هنا في الصحن هذا. حطيت عليه مغرف كبيره تاع بصله مرحيه، مغرف صغيره تاع لا موتارد، 4 سنينات الى 5 تاع الثوم، فلفل اسود، كزبر. راح ندير شويه تاع زنجبيل وشويه تاع الكركم، يعني نفس التوابل اللي درتهم في المرقه تاعي راح نديرهم لهنا في السكالوب. ونخلط مليح. قبل ما نخلط راح ندير شويه تاع دبشه، وندير شويه تاع حوالي 2 مغارف كبار تاع لا شابلور. كيف هنا مغرف تاع زبده ديروها بدرجه حراره الغرفه يا البنات، لانه من بعد ما تقعدليش كتل. اذا درتوها من الفريجيدار
عفوا راح تقعد لكم كتل في ليسكالوب تاعكم وما تعطيناش منظر مليح الصراحه. نخلط مليح بيدي هكذا، لازم نستعملوا يدينا هنايا، نخلطوا باش ندخلوا هذاك التوابل والملح اكيد راني ما ذكرتوش، نسيتو يا البنات، لا تنساوه. كيف يا البنات ما تكثروش الملح، لانه نعرفوا دائما لاصوص البيضاء تجي مالحه فيها الزيتون، ميم لا موطارد هذيك راح تمد شويه الملوحه. نخلط هكذا بيدي مليح، وجبت عظمه خلطتها مليح بالفرشيطه، ونضيف غير بشويه حتى نتحصل على القوام اللي بغيتو انايا. جبت هنا صحنه ولا بلا، حطيت شويه زيت في يدي لانه نعرفوا سكالوب يلصق بزاف في اليد، ونديرهم كويرات، تحاولوا ديروهم على نفس الحجم يا البنات، انا درتهم بالحجم هذا. نكمل نكورهم كامل ونرجع لكم. بعد ما طابت لي هذيك الكويسه كيما شفتوا هنا راهي طابت، حسيت باللي طياب دخلها، لاصوص تاعي راهي بدات تخثر، يعني كيما شفتوا حتى الكميه تاعها راهي نقصت. نجيب هذيك الكفته اللي كنت درتها معكم قبيل تاع ليسكالوب تاعي ونحطها بهذا الشكل. كي تحطوها فوق المرقه يا البنات ما تحطوهمش فوق بعضاهم، لانه الكفته تاعي فيها البيض، وكون يطيبوا هما لاصقين في بعضاهم بعد راح يلصقوا ويفسد الشكل تاعو. نحط كل وحده في جهه ونحرك هكذا بالمغرف هكذا برك بلا عقل باش ما يفسدليش هذاك الشكل، ونقص النار تكون على نار قليله يا البنات، ونخلي لي سكالوب هذاك يطيب. بعد ما طابوا لي هذوك لي بول تاع لي سكالوب تاعي وخثرت لي هذيك المرقه، شوفوا المنظر تاعها يا البنات، هذا هو الشكل النهائي تاعها. قدمتها بالطريقه هذه، حطيت الكويسه هذيك، حطيت لي بول مع شويه زيتون شويه تاع لاصوص تاعي، زينتها بشويه تاع دبشه وشويه تاع فخوماج رابي، طرونش تاع قارص، وشوفوا المنظر تاعها، شوفوا المرقه تاعي راهي جات خاثره وجات بنينه يا البنات. شوفوا هذاك الكركم، هذاك اللون اللي عطاهولي في لاصوص تاعي. وهنا وصلت الى نهايه لا فيديو، ان شاء الله تكون هذا الوصفه عجبتكم، جربوها يا البنات وخليوا لي تعليق لا فيديو. سلام.